اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وكلكم طيبين، وليله جميله من ليالي رمضان. النهارده ان شاء الله بقى هنعمل فطار حلو كده جميل شعبي حلو قوي، في ناس كتيره بتحبه. النهارده هنعمل ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض الكرشه. هنعمل طاجن كرشه كده حلو وجميل، وكمان هنعمل جنبه طبق رز بالشعريه. يلا نسمي بسم الله ونخش على طول على الوصفه. انا النهارده جايبه كرشه كده. طبعا الكرشه مش بتيجي بالشكل ده، الكرشه طبعا بتيجي زي ما انتم عارفين كلها كده بتبقى سودا حاجه كده، لازم ننضفها كويس. يعني بتبقى كلها كده حاجات زي القشر كده هو عليها من بره. كل الطبقه الخارجيه دي انا بنضفها ان شاء الله. بعمل لكم فيديو عن تنظيف الكرشه قريب باذن الله. بس طبعا انا خدتها وغسلتها ونضفتها كويس قوي، وبعد ما عينت كل اللي عليها نقعتها في الخل والملح، وخليتها كده كتير في ميه بخل وملح حوالي ساعتين، وغسلتها وشطفتها اخر حاجه، وبقت معايا بالشكل ده. تمام. ادي الكرشه بعد ما نضفت وبعد ما عيننا الطبقه الخارجيه اللي كانت من بره عليها. وزي ما قلت لكم ان شاء الله قريب نعمل فيديو عن نظافه الكرشه. طيب يلا دلوقتي نعرف باقي المكونات. كمان معايا الكرشه هنا وسلقها هعوز ورق لوري، وكمان حبهان، وكام فص من المستكه، وكمان شويه من الورق اللي هو زر الورد. ومعايا هنا بصل هناخد منه للطاجن بتاع الكرشه، وكمان هناخد منه لسليق الكرشه. وكمان معايا هنا للطاجن برضو خضار مشكل اللي احنا كنا عاملينه من تفريزات وتجهيزات رمضان. وكمان كملت هنا حبايه بطاطس كبيره، خدتها وقشرتها وقطعتها بالشكل اللي انتم شايفينه ده. ومعايا صلصه معلقتين من الصلصه، وكمان الثوم اللي احنا بناخد منه على طول واحنا بنطبخ، اللي انا مجهزاه معاكم من قبل كده. والرز والشعريه، مش هنعمل اكتر من كده. يلا على طول بقى نشوف هنعمل ايه. دلوقتي انا قطعت الكرشه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده اهو، وغسلتها برده كويس تاني. دلوقتي على طول بقى هروح على الحله اللي انا مغليه فيها الميه عشان نسلقها. دلوقتي كده الميه بتاعتي غليت معايا اهي. هحط على طول فيها الكرشه اللي انا قطعتها بالشكل ده كده. كرشه والفشه والحاجات اللي معايا كلها احطها كده اهو في الحله. دلوقتي بقى هرمي على طول التوابل، ورق اللوري والمستكه والحبهان وزر الورد. وهجيب كمان البصل اللي انا قطعته هنا وجهزه له. شويه من البصل كده اهو على الوش. كل الحاجات دي بتدي طعم حلو قوي للشوربه اللي هي بتاعت احنا مش هنشربها ولا حاجه طبعا، بس بتدي لها طعم. الشوربه دي نفسها بتطعم الكرشه وبتطعم الحاجه اللي انا سلقاها اهي. دي بقى كده تقليبه اهو بالشكل ده. يعني مش عشان هنرمي الشوربه وما نحطلهاش توابل بقى ولا البصل ولا الحاجات دي، لا، لازم انا هنحطها لها علشان تدي لي طعم للحمه نفسها او للكرشه اللي بتستوي. هغطي عليها كده واسيبها تتسلق، هتاخد بتاع ساعتين معايا على النار كده على مهلها خالص. هحطها كده واسيبها على النار. بعد ما تغلي هوطي عليها النار يعني متوسطه كده، هخلي النار متوسطه عليها وهسيبها تستوي على راحتها. دلوقتي حبايبي بعد ما سلقنا الكرشه بتاعتنا زي ما انتم شايفين اهو، بصوا الشوربه بتاعتها بيضه ما غمقتش ولا غيرت لونها، كله زي ما هو اهو. عشان انا كنت منضفه الكرشه كويس وغسلاها كويس قوي، وزي ما قلت لكم نقعتها بالخل والملح والليمون. بعد ما نضفت اللي هي الطبقه الخارجيه دي كلها بالميه المغليه كده، نضفتها بقى بملح وليمون لحد ما بقت معايا بالشكل اللي انتم شايفينه ده. لما تتنقع في الخل والملح والليمون كده كمان بتجيب كل الزفاره اللي فيها، ما بيبقاش فيها اي حاجه. دلوقتي خلاص استوت معايا وهطلعها اهو عشان اكمل باقي الطاجن بتاعي اللي هعمله النهارده. هطلعها من الشوربه وارجع لكم تاني. دلوقتي يا حبايبي انا حطيت حله هعمل فيها الرز، وكمان الناحيه التانيه الطاسه اللي هعمل فيها الطاجن بتاع الكرشه. تمام. هاخد معلقه من السمنه كده، اجيب معلقه كمان عشان سمنه بلدي تبقى طعمها احلى كتير مع الحاجات دي. وكمان برضو على الرز حطيت معلقه وادي التانيه اهي من السمنه البلدي كده.
وهجيب باقي الحاجات وارجع لكم تاني. دلوقتي على طول في الطاسه هحط البصل بتاعي اهو، وهقلب كده. بصل جوانح زي ما انتم شايفين كده. يا دوبك يدبل معايا بس، وبعدين هرمي عليه على طول البطاطس اللي هي الفريش، مش الخضار المفرز في الفريزر، لا، في خضار انا عاملاه في الفريزر كان مجمد معايا، ده مش هحطه غير بعد البطاطس اللي هي الفريش اللي انا وريتها لكم في المكونات اهي، اللي هي دي. دول يعني بطاطسايه كبيره كده انا قطعتها وهحطها بعد البصل على طول. ليه هحطها الاول؟ عشان الخضار اللي هو كان في الفريزر يعتبر كده، يعني الفريزر التلج خلاه نص تسويه، عطاله طراوه كده، بقى طري معايا مش محتاج يستوي كتير. وكمان على الناحيه التانيه دي هجيب الرز اللي هو الشعريه بتاع الرز اللي انا هحمرها اهي، واحطها كده على العين دي، احمر الشعريه وبعدين اروح تاني عشان اشوف البصله اللي انا بقلبها. دبلت معايا البصله زي ما انتم شايفين كده، على طول هنزل بالبطاطس. الطاجن ده يا جماعه لسه هيخش الفرن كده. هقلب البطاطس بس شويه وبعدين انزل بباقي الخضار معايا. وبرده في الجنب التاني كده ابقى عيني على الشعريه عشان ما تتحرقش مني. انا عايزه الشعريه باللون البني او الذهبي اللي انا بقول لكم عليه على طول. هقلب الحاجات دي شويه كده تقلبتين وبعدين ارجع لكم تاني. هنا يا حبايبي خلاص البطاطس اهي اتحمرت شويه تمام، وكمان الشعريه هنا احمرت اهي. احط عليها الرز اللي انا غسلته اهو بالشكل ده كده، وهقلب على طول. خلاص اتحمرت نص تحميره. دلوقتي بقت زي الخضار اللي هو اتجمد في الفريزر ده، بقت فيها ايه نسبه من السوى. هقلبه بقى كده كله مع بعضه. وكمان ممكن نعمل نفس الخلطه دي كده بتاعت الخضار بس مع اللحمه او الفراخ، ولو عايزين برده نعملها طاجن في الفرن او نعملها صينيه، يعني تمشي مع لحمه او كرشه او فراخ، اي حاجه عايز تعمليها بالطريقه دي عادي برده بتتعمل. نفس الخضار ده تحطيه في اي حاجه تاني. اقلب الرز هنا برده. ودلوقتي الخضار بتاعنا قلبت فيه حوالي 10 دقايق كده اهو، بقى بالشكل ده. الخضار ده اللي هو ايه؟ اللي هو البسله والجزر والفاصوليا والكوسه والبطاطس وكمان البصل. هحط عليهم دلوقتي بقى على طول الحتت بتاعتي اللي هي بتاعت الكرشه اللي انا سلقتها اهي. دي ورقه لوري شققتها. ودلوقتي كده هقلبهم مع بعض. واللي هيبقى باقي معايا هنا الصلصه والتوابل والملح. والتوابل هقول لكم عليها دلوقتي وانا بحطها. هسيبهم شويه كده مع بعض وبعدين هنكمل. هنا في الرز كده هحط معلقه من الملح اهو، وكمان الناحيه التانيه برده هديها الملح بتاعها اللي هي الكرشه اهي شويه كمان كده. وهجيب كمان توابل شويه من توابل اللحمه. التوابل دي بقى للكرشه هنا اهو. كمون حوالي نص معلقه صغيره اهو. والفلفل الاسود والملح حطيناه. عايزين تحطوا شطه اللي هي الحراقه حطوا، مش عايزين
يبقى اكتفوا بالفلفل وخلاص على كده، فلفل الاسود يبقى حطينا كفايه فلفل خلاص يعني. اهو بالشكل ده. على طول هجيب الصلصه عشان احطها عليه، معلقتين كده من الصلصه اهو بالشكل ده، واقلبها كلها ببعض. انتوا عارفين انا بحب اقلب الصلصه كويس قوي كده في الاول مع الزيت او مع السمنه، وبعدين ارجع اكسرها او اخففها بالميه. فانا هسيبهم كده شويه مع بعض وبعدين ارجع اخففهم بالميه. هنا بقى على طول هخش الرز. خلاص اهو اتفلفل زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي على طول هطشه بالميه اللي معاه. بالشكل ده كده. عايز شويه تاني من الميه اهو. انا طبعا حاطه له الملح بتاعه. دلوقتي بقى على طول هغطي عليه واسيبه يستوي ويكمل سوا ان شاء الله تشوفوه في شكله النهائي مع الاكل. ودلوقتي يا حبايبي على طول هديها الميه اهو. في الوقت ده كده خلاص انا قلبتها كويس، ودلوقتي على طول كده هزود لها الميه بتاعتها، مش كتير يعني. هديها شويه كمان من الميه كده اهو. جميله جدا بسم الله ما شاء الله. كل ده يعني الكلام ده كله كده هدخله الفرن دلوقتي في الطاجن. هسيبها بس تاخد غلوه مع بعضها كده وبعدين هرجع احطها في الطاجن. دلوقتي كده خلاص هي اهي كده، فاضل لها بتاع 10 دقايق كمان هتاخدهم بقى في الفرن. هطفي عليها النار من فوق وبعدين هجيب الطاجن عشان احطها فيه. كده طفيت عليها النار اهو، وادي الطاجن بتاعنا. بسم الله. هفضيها بقى كلها دلوقتي جوه الطاجن. بسم الله اهي بالشكل ده كده. هركن الطاسه بس وبعدين بقى اوزعها كلها كده في الطاجن. شايفين هي قد ايه جميله اهي، مفيش حاجه معايا اتهرت، كله سليم زي ما هو. حطيت حته سمنه هنا في الطاسه الصغيره وعليها نص معلقه كبيره من الثوم، عشان ده هعمل بيه ايه، نحطه على وش الطاجن دلوقتي. هيدي طعم جميل كده بقى وريحه حلوه قوي. وتقدري ما تعمليش الخطوه دي وتحطي الثوم على طول وانتي بتقلبي الكرشه مع الخضار، بس دي طبعا بتفرق شويه في الريحه والطعم كمان. دلوقتي يا حبايبي بقى بعد التومه كده ما احمرت معايا هحطها كده على وش الطاجن كله اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. مفيش بعد كده بقى، بصوا جمال يعني والله العظيم حاجه مفيش بعد كده اهو. على الوش كله كده اهو، وعلى طول احطها بقى في الفرن تاخد قد 10 دقايق. حبايبي دلوقتي كده الطاجن خلاص طلعته من الفرن اهو، لسه بسخونته زي ما انتم شايفين. حتى ما لحقش يرتاح زي ما وريته لكم اهو قدامكم. طلعته من الفرن على طول عشان اوريه لكم. كده خلاص خلص الطاجن، هركنه على جنب. وايه رايكم بقى دلوقتي بعد ما خلصنا فطارنا كده نروح نعمل شويه حلويات كده مع بعض، صينيه كنافه على طبق قطايف، وكمان نشوف الشربات بتاعهم عامل ازاي اللي هو بتاع الحلويات. يلا بينا حبايبي. دلوقتي بعد ما خلصنا الفطار جه دور الحلويات. النهارده ان شاء الله بقى نعمل ايه، فطار بالحلويات بالعصير بكله، حاجه كده كامله على كيفكم. الوقت جه دور الحلويات. هنعمل دلوقتي ايه، صينيه الكنافه، وهنعمل طبق قطايف اللي هو بالعجوه اللي انا كنت عاملاه معاكم قبل كده، وكمان هنعمل الشربات بتاع الحلويات. يلا نبدا بالشربات الاول عشان هياخد وقت على النار. هجيب كده هعاير
هعاير حوالي 4 كوبايات ونص من السكر. انا حطيت كوبايه اهو هنا، الكاميرا كانت واقفه معلش خدتش بالي. حطيت كوبايه، وادي التانيه، وادي التالته، وادي الرابعه. ده كيلو سكر انا بعايره زي ما يجي بقى، 4 كوبايات 4 كوبايات ونص زي ما يجي. ادي 4 كوبايات، وهنشوف الباقيين دول قد ايه. طبعا الشربات انا بعمله وبركنه في التلاجة، بستخدمه وقت ما اكون عايزه، مش بخلصه يعني كله في نفس اليوم. ادي 4 كوبايات ونص من الكبار، اللي هي الكوبايه بتاع الميه الكبيره. ودلوقتي كمان هعاير قد ايه ميه، هعاير 3 كوبايات ميه على 4 كوبايات ونص من السكر، عشان عايزاه شربات معايا يكون لا هو تقيل ولا هو خفيف. ادي 1 2 3. دلوقتي كده على طول هجيب بطرمان اللي هو بتاع العسل الجلوكوز، وهجيب الليمونه وارجع لكم تاني. دلوقتي انا جبت اللي هو الجلوكوز بتاع الحلويات اهو، عشان انا بعمل بيه على طول، هو ده اللي انا بستخدمه عندي للحلويات. هحط منه معلقتين او 3 للشربات بتاعي. طبعا وعشان بيبقى محطوط في التلاجة بيبقى صعب شويه اهو بالشكل ده كده. ادي معلقه، وهجيب التانية، وادي المعلقه التانية بالشكل ده كده. هحطه بقى على النار يدوب، واول ما يدوب ان شاء الله هعصر عليه الليمونه. هسيبه كده ياخد غلوه بس بسيطه مع بعض، ويكون السكر داب مع الميه مع الجلوكوز اللي هو العسل بتاع الجلوكوز، وبعدين ارجع احط عليه الليمونه. دلوقتي حبايبي بعد ما حطينا الشربات على النار على طول هعمل الكنافه. هجيب هنا كوبايه من السمنه اهي، كوبايه صغيره مش كبيره، لنص كيلو كنافه اهو. هخلي حته منها عشان هدهن بيها الصينيه، وكمان معلقتين من السكر البودر. وعلى طول بقى دلوقتي هقلبهم في بعض. عايزه كل ده كده يتجانس مع بعض، الكنافه تبقى مع السكر كده مع السمنه كلها تبقى حاجه واحده. هقلبهم مع بعض واوريكم شكلهم بعد كده. دلوقتي حبايبي خلاص اهو حطينا السمنه وقلبناها مع الكنافه مع السكر البودر وكله. دلوقتي كده على طول هنحط السمنه كده في الصينيه عشان ندهنها دهنه حلوه كده بالفرشه اهو. دي بقى هتبقى ايه، كنافه بالمكسرات. عاملين كمان قطايف بالعجوه اللي هي محشيه عجوه، فما رضيتش بصراحه اعمل قطايف بالمكسرات، قلت لا يبقى دي بالمكسرات ودي بالمكسرات، لا قلت اعمل حاجه جديده بقى. العيال كمان ايه القطايف المعجوه دي بيحبوها، فقلت اعمل صنفين يعني، حاجه بالمكسرات وهي الكنافه، وكمان القطايف بالعجوه. دلوقتي كده انا دهنتها اهو الصينيه. على طول كده هجيب القطايف الكنافه، القطايف واخده عقلي، هحط نصها كده في الصينيه اهو. افردها بقى كده كويس وايدي تضغط عليها اهو، اسويها كويس قوي في الصينيه. لوز وبندق وعين جمل وزبيب وجوز الهند وفول سوداني، انت بقى الموجوده عندك حطيه. انا طبعا عشان متوفر عندي الحاجات دي حطيتها، مش موجوده عندي هحط اي حاجه، مش هقف. حتى لو فول سوداني بس، او حتى جوز الهند الموجوده عندك، زبيب اي حاجه. دلوقتي على طول كده هجيب اهو بالشكل ده كده. دلوقتي على طول هحط الطبقه الثانيه من الكنافه. طبعا انا مش محتاجه احط لها سمنه، خلاص هي واخده السمنه بتاعتها كده وكل حاجه اهو. هفرد كده في الصينيه على طول، صينيه سهله مش محتاجه اي حاجه. وهساوي برضو زي ما عملت في الطبقه الاولانيه كده. انا خلاص سويت الوش بتاع الكنافه اهو. دلوقتي على طول هروح ادخلها الفرن، ونبتدي على طول ان شاء الله نعصر الليمونه على الشربات، ونسيبه ياخد الشربات بتاع الحلويات هياخد على نار حوالي تلت ساعه او نص ساعه على نار متوسطه. ويلا بقى نروح ندخل دي في الفرن ونعصر ليمون زي ما قلت لكم على الشربات، ونيجي بعد كده ونحمر مع بعض القطايف. دلوقتي على طول كده بعد السكر ما داب مع الجلوكوز، العسل الجلوكوز السكر دابه في الميه كويس قوي، هنعصر على طول دلوقتي الليمونه بتاعتنا.
انتوا بقى لو مش موجود عندكم عسل جلوكوز هتستبدلوه بايه؟ نص معلقه صغيره من ملح الليمون، يعني يا ملح الليمون يا عسل جلوكوز، عشان العسل اللي بيقعد معانا او الشربات بتاع الحلويات ما يسكرش. في ناس كتيره بتعمله بيسكر منها، بيبقى ايه السبب؟ بيبقى محتاج يا اما ملح ليمون يا اما العسل الجلوكوز اللي احنا حاطينه. فاحنا بنستبدل ده بده، يا بقى يغلي كده لحد ما قوامه يتكثف معايا. طبعا انا هنا عشان عايزه عسل زياده زودت معايا كوبايتين سكر وكوبايه ميه تاني، عشان انا بس عايزه كميه كبيره يعني. تمام، وانتوا الكميه اللي انتوا عايزينها اعملوها. هسيبه كده مع بعض يغلي لمده نص ساعه. دلوقتي كده انا حطيت الزيت على النار اهو اللي هقلي بيه القطايف، وكمان طلعت صينيه الكنافه. بس هحط طبعا القطايف الاول كده في الطاسه، وبعدين اوريكم صينيه الكنافه بعد ما طلعناها اهي. خليها تتحمر كده، ودي صينيه الكنافه بعد اللي لسه مطلعاها من الفرن اهي. ده الشربات بتاعنا نفس اللي احنا عملناه، بصوا تقيل ازاي، بيديني القوام ده بعد ما بيقعد اهو. ده انا عاملاه من اول رمضان وقاعد معايا اهو. طبعا بعمل كميه زي ما شفتوني كده، واشيلها عندي في البرطمان ده كده اهو في التلاجة. لكل صينيه بعملها كنافه بقى، قطايف، بلح شام، زلابيا، كل ده بعمله وبحط على طول من نفس الشربات اهو. لا هو تقيل ولا هو خفيف، باخد كده على الجوانب عشان بقى مش كل ما اجي مثلا ايه هقول هعمل حلويات اروح اقول لسه هعمل بقى شربات وعسل والكلام ده كله. لا اهو بيبقى معمول ومتشال كده عندي موجود على طول لكل الظروف. كده خدت الشربات بتاعها كله اهو. هسيبها بقى تبرد وان شاء الله نقدمها للفطار. زي ما انتم شايفين الشربات بصوا عامل ازاي معايا، ما سكرش يا جماعه. اللي بيقولوا بنعمل الشربات بتاع الحلويات وبيسكر بصوا عامل ازاي. دلوقتي بسم الله اروح واقلب القطايف بتاعتي. هقلبها كده اهو، هشوف اللي احمرت وهقلبها. مش بحبها تتحمر قوي معايا، يا دوبك بس تاخد اللون الذهبي ده لسه شويه. هسيبها بقى تحمر كده براحتها وعلى طول هقلبها. هخليها تحمر ان شاء الله واوريها لكم بقى بعد كده واحنا بنحط لها العسل. دلوقتي خلاص خلصنا الفطار وكمان عملنا الحلويات، باقي العصير معانا. النهارده هنعمل عصير كانتالوب اللي انا كنت شايلاه معاكم في الفريزر اهو. طلعته بالشكل ده كده، فكوا من الكيس، سبته بس حوالي 10 دقايق كده هدي شويه من التلج، وعلى طول هحطه في الشفشق بتاع الخلاط اهو بالشكل ده كده. وهجيب الميه على طول، الميه بتاعتي كده اللي هستخدمها له اهو، ميه من الحنفيه بقى، ميه ساقعه، اي حاجه زي ما انتوا حابين. وعلى طول برده احط له السكر، مش هكتر سكر كتير عشان انتوا عارفين الكانتالوب بيبقى حلو قوي، فانا مش هكتر له سكر كتير بس كده. والسكر كمان حسب ما انتوا عايزين تحلوه. دلوقتي هروح اضربه على الخلاط وارجع لكم تاني. ده الكانتالوب خلاص اهو بعد ما عصرته وضربته في الخلاط، بعد ما اتضرب يعني معايا في الخلاط كويس. دلوقتي بقى انا هصفيه، انتوا عايزين تشربوه كده عادي مش هيجرى حاجه، بس انا بحب اصفيه عشان بيبقى فيه شوائب كده مكان الكانتالوب نفسه، فانا بحب كل ده ايه اعينه واخليه بس صافي معايا كده، عصير صافي في مصفى زي كده معايا اهو. وهصفي بالطريقه دي بالشكل ده كده اهو، لغايه ما اخلي كل الشوائب اللي زي كده اللي في المصفى اللي معايا دي اللي انتوا شايفينها اهي، كل ده انا هطلعه وهيبقى بس معايا في الشفشق اللي هو العصير. خلصنا الاكل النهارده اهو، الفطار بتاعنا كده خلص خلاص، جهزناه وكده تمام قوي. عملنا الكنافه كمان مع بعض وعملنا القطايف وكمان الشربات اللي قدامكم ده اللي انا عملته بتاع الحلويات النهارده، وريته لكم بعد ما بيبرد بيبقى عامل ازاي، وكمان هو سخن برده بيبقى خفيف شويه معاكم، لما بيبرد بيتقل. دلوقتي كمان عملنا الطاجن بتاعنا اللي هو الكرشه، طاجن الكرشه اللي جنبه مخلل او سلطه اللي موجوده عندكم بتقدموه. المخللات دي احنا مخللينها في البيت. ودلوقتي اخر حاجه معانا العصير الكانتالوب اللي احنا عملناه النهارده. كده سفرتنا كلها كامله، الحلويات وكمان الطبيخ بتاعنا الطبخ، وكمان اخر حاجه كانت العصير معانا. الفيديو النهارده خلص، كل سنه وكلكم طيبين. ما تنسوناش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه، واشتركوا عشان يوصلكم منا كل جديد. اسيبكم في رعايه الله. تعالوا بس الاول قبل ما نمشي كده نشوف اخبار القطايف ايه معانا. بصوا بصوا بسم الله ما شاء الله، دي كانت بالعجوه وكانت بالفول السوداني. بصوا عامله ازاي من جوه القطايف يا جماعه اللي احنا عملناها من اول العجينه لحد ما قفلناها وشلناها في الفريزر لرمضان كده، ودلوقتي قليناها قدامكم اهي.
بالشكل ده اللي انتوا شايفينه، جميله قوي كلها بالشكل ده على فكره اهو. بصوا دي عجوه بس، وفي كمان اللي كنا عاملينه بمكسرات ساده. والكنافه قدامكم اهي، بصوا عامله ازاي وجميله جدا اهي. بصوا طريه من جوه قوي ومن بره حلوه وجميله كده ومقرمشه زي ما انتم شايفين. بصوا دي اللي عملناها بالمكسرات. يا رب الفيديو يكون عجبكم النهارده حبايبي، مع الف سلامه وكل سنه وكلكم طيبين. الذكر فيك يطيب